مدينة مراكش، المدينة الحمراء، مدينة النخيل، ومعروفة حتى بمدينة 7 رجال. شكون هاد 7 رجال وشنو قصتهم؟ فن، سياسة، رياضة، أحداث، شخصيات، بطولات. اكتشف. 7 رجال علم ودين دفنوا في مراكش. كانوا من حفظة القرآن، نشروا العلم ووضعوا كتب الفقه والسيرة واللغة. كيجمعهم الزهد والتصوف، ولكن تفاصيل قصصهم مختلفة. القاضي عياض هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي، تزاد في سبتة وكبر فيها. من بعد جا المدن الأندلس طلبا للعلم، كان من تلامذة ابن رشد، مارس التدريس والقضاء، تعرف بالأخلاق ديالو وكثرة الإحسان للمحتاجين. تعرف بالمؤلفات ديالو، من بينها كتاب الشفاء. مات في مراكش عام 1149 ميلادية. الإمام السهيلي، تزاد أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، سهيل، واحد البلاصة قريبة لمالاغا الإسبانية، وكبر فيها. كان من علماء اللغة والفقه والحديث في الغرب الإسلامي. جابوا الخليفة يوسف بن عبد المؤمن الموحدي لمراكش، اللي كمل فيها حياته ومات فيها عام 1185. يوسف بن علي الصنهاجي تزاد في مراكش وكمل فيها حياته متعبد واحد الغار قريب من باب أغمات. تعرف بمول الغار بسبب الاعتزال ديالو للناس، حيت كان مريض بالجدام. توفى عام 1196. أبو العباس السبتي تزاد في سبتة، ومن بعد مشى لمراكش طلبا للعلم. مارس التدريس والحساب والكيمياء. تعرف بالعلم والتصوف والكرام والإنفاق على الطلبة ديالو. مات في مراكش عام 1204. محمد بن سليمان الجازولي تزاد في سوس وقرا في جامعة القرويين. قضى 40 عام من عمرو في رحلات بين مكة والمدينة والقدس، ومن بعد مشى لفاس حيت دار الكتاب ديالو المشهور دليل الخيرات. مات في الصويرة عام 1466 وتدفن في مراكش. عبد العزيز تباع المراكشي هو خليفة الإمام الجازولي على الطريقة الصوفية الجازولية. توفى في مراكش عام 1509 وتدفن في حي المواسن اللي تسمى على سميتو حاليا. محمد بن عجال الغزواني اللي معروف بمول القصور، تزاد في مدينة القصر الكبير ومشى لفاس طلبا للعلم. من بعد انتقل لمراكش حيت كان من تلامذة الشيخ التباع، وخدم عنده حيت كلفوا بالزاوية. وكيقولوا أنه كان من أتباع الشيخ اللي تحاربوا مع السلطان السعدي اللي فك الحصار البرتغالي على مراكش. مات عام 1529. هنا وصلنا لنهاية الفيديو. تقدروا تخليوا لي آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات. تحياتي.